مساء الخير لكل واحد عايش في العالم ده ولسه ما فتحش عينه على إننا حرفياً بنعيش في فيلم أكشن بس من غير نهاية سعيدة. أنا مش هقولك صباح الخير، لأ، ده صباح الدخان، صباح الانفجارات، صباح إسرائيل فوق طهران، وطهران بترد إن الجيران. يعني لو في حد بيكتب سكريبتات أفلام في هوليوود دلوقتي غالباً بيشرب شاي ويتفرج علينا يا باشا ويقول دي الدراما اللي كنا بنحلم بيها. لكن قبل ما نبدأ التحليل ونتشقلب سوا في تفاصيل الحرب المجنونة دي، انزل اشترك في القناة دلوقتي حالا، عشان لو راحت السما كلها في لحظة على الأقل تبقى مشترك معانا. اشتركوا وفعلوا الجرس عشان لما تحصل النهاية تعرفوا منين بدأت. نتنياهو عمل إعلان فيلم. بنيامين نتنياهو، الراجل اللي دايما بيحاول يقنعنا إنه رامبو وهو أصلا بيخاف من ريموت التكييف، طلع علينا بتصريح ناري كده وقال بكل فخر سلاح الجو الإسرائيلي مسيطر على سماء طهران. الله ينور يا عم بني، انت مش بس اخترقت الأجواء، لا ده انت داخل تغني في طهران أنا ابن مصر. وبيقول كمان إنه بيدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء. طب حضرتك مش شايف إن دي مش دعوة؟ دي إعلان رسمي عن فيلم اسمه طهران تحت السيطرة، بطولة نتنياهو وإخراج البنتاجون. بس نحب نقولك حاجة، الشعب الإيراني مش هيسيب بيته ويركب أوبر عشان حضرتك بتعمل شو. الناس دي عارفة الحرب من أيام الشاه، مش هتخاف منك يا بيبو. الطيارات والدرونز ودوران اللعبة، يقال إن الجيش الإسرائيلي عمل حفلة جوية فوق إيران، هاجموا عشرات المواقع، دمروا قاذفات واعترضوا درونز كأنهم بيصدوا كور في ماتش الأهلي والزمالك. بس لحظة، هم قالوا إنهم دمروا مواقع كتير، بس الإيرانيين قالوا إحنا اللي أسقطنا طيارة عندنا في إيلام. يعني المشهد كده، واحد بيقولك أنا دخلت البيت ضربته وكسرته، والتاني بيقولك ده أنا اللي طردته ونزلته بالشبشب. إحنا نصدق مين؟ ولا نقعد نشرب عصير ونتفرج على الاتنين وهم بيشتموا بعض من فوق السطوح؟ كاتس بقى ده محتاج كورس في الكلام. إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قالك الدكتاتور المتغطرس في إيران بقى قاتل جبان. يا عيني على العواطف، هو مش عاجبه إن خامنئي بيرد، فقرر يهدد الناس العادية وقال لهم سكان طهران هيدفعوا الثمن. طب بعدين رجع وقال لا، يعني انت كنت بتتكلم في لحظة زعل ولا ايه؟ من ناحية تانية، إيران قالت إن إسرائيل ضربت معرض شاحنات في كرمانشاه. أيوة، معرض شاحنات، يعني مفيش قواعد نووية، مفيش مصانع طيارات، لا يا باشا، هم اختاروا يضربوا معارض عربيات. ده بقى يا عم فيلم فاست اند فوريوس النسخة الإيرانية. واضح إن سلاح الجو الإسرائيلي بيحب ينكش في أي تجمع حتى لو كان أوتو ماركت. مش سايبة الجو الدفاعات الجوية الإيرانية، مش سايبين الجو لحد. أسقطنا درونز فوق دعلران بصواريخ دقيقة وسريعة، يعني لو عندهم فريق كرة أكيد الحارس بتاعهم صد ضربات الجزاء كلها. ومن ناحيتهم في إسرائيل، رئيس مستوطنة المطلة بيقول للناس تعالوا عندنا في الشمال، هنا الجو هادي والمناظر الطبيعية جميلة. أيوة، يعني وسط الحرب والضرب الراجل عامل إعلان سياحي بيقول لهم تعالوا نقوي المجتمع ونعمل فعاليات للأطفال وكبار السن. فين؟ في مستوطنة المطلة اللي اتهدت أكتر من 50 بيت فيها خلال 24 ساعة. يعني الناس عمالة تهرب وهو بيقول لهم جربوا الحياة الريفية في ظل القصف المدفعي. خامنئي بيرد برسالة من السماء. أما بقى من إيران، السيد علي خامنئي قال لك النصر قريب بإذن الله، وغرد على منصة إكس بتغريدة حماسية نصر من الله وفتح قريب، وبيأكد إن الجمهورية الإسلامية هتنتصر على الكيان الصهيوني. يعني كل طرف شايف نفسه المنتصر، وكل طرف بيوزع تهديدات يمين وشمال، بس في الآخر اللي بيدفع الثمن هم الناس اللي قاعدين في بيوتهم واللي عايشين كل يوم على صوت صفارات الإنذار، وبيحاولوا يناموا وهم مش عارفين هيصحوا على إيه. الخلاصة يا مشاهدي العزيز،
الدنيا مقلوبة والحرب بقت عرض مباشر على الهواء. نتنياهو بيحاول يلعب دور البطل، وخامنئي بيكتب نهاية الفيلم من فوق المنبر، والناس بالنارين. لكن اللي احنا متأكدين منه إن مفيش منتصر في الحروب دي غير شركات السلاح والمخابز اللي بتبيع عيش في الأزمات. وبالتالي اشترك في القناة فوراً. احنا هنا مش بس بنحلل، احنا بنقدم لك الأحداث بطريقة تفهمها، تضحك منها، وتحس إنها قريبة منك. لأنك ببساطة مش محتاج مذيع لابس بدلة، انت محتاج حد يقولك الدنيا ولعت وده ملخصها على ساندويتش فول. انزل دلوقتي، اشترك في القناة، اضرب اللايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قلب الحدث من غير تطبيل ولا تلميذ. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.